عمرك سمعت عن ذئب اتكلم قدام الناس؟ يعني حرفيا ذئب نطق بصوت بني آدم. الموضوع مش هزار، وده حصل قدام الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صدق الكلام. اشترك دلوقتي علشان توصلك كل القصص اللي هتخليك تقشعر من عظمتها. في مرة كان في راعي غنم في الصحراء، وفجأة ذئب هجم على خروف من الغنم بتاعته. الراعي لحقه وخد الخروف منه، وافتكر انه كده خلص من الذئب. لكن كانت الصدمة، الذئب وقف وبصله وقال له بصوت واضح: حرمتني رزق ربنا اللي جابهولي، فمين هيحميك من ربنا يوم القيامة؟ الراعي اتجمد من الصدمة وراح جاري على النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له اللي حصل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق الذئب. ويا سبحان الله، الموقف ده اتسجل في كتب الحديث واتنقل بالتواتر، واللي رواه ناس تقية من الصحابة. ده معناه ان الحيوانات ممكن تتكلم بإذن ربنا، واحنا البشر ساعات بننسى اننا اقرب للمحاسبة منهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل القصص اللي بتقوي ايمانك وتفتح لك باب التفكير.